الله الله على الأزهر، الله 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 أكبر قرب الدنيا كمن واكتر. لو قلت اوصفها أنا مش حنصفها وأكفيها. الله الله يا رايحين على مصر مين يبعت سلامي في كلمتين؟ يا أهل الله مشتاق لناسها الطيبين، ودي ياما فيها مخلصين يا ما شاء الله. وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاء. ده أنا والله بدعي لهم رب السما وقولوا آمين إن شاء الله إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا منهم ومعهم وبهم يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل منها فنضل ضلالا بعيدا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. كما نسألك يا رب العالمين أن تنصر المسلمين، وأن تعلي شأن هذا الدين، وأن ترد كيد الأعداء في نحورهم بقوتك يا قوي يا متين. اللهم شتت شمل الأعداء وارمهم بكل داء، واجعل اللهم الدائرة عليهم يا رب الأرض والسماء، إنك يا مولانا نعم المولى وأنت نعم النصير. اللهم آمين. ونسألك أن تلحقنا بالذين سبقونا إليك على الإيمان. اللهم ارحمنا وارحمهم، واجمعنا معهم في أعلى فراديس الجنان بلا سابقة عذاب ولا هوان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. فقد عرفنا فيما سبق بتوفيق الله وعونه أن الله تعالى أرسل المرسلين لعباده ليكونوا مبشرين ومنذرين بوحي المولى تبارك وتعالى إليهم. فالله خلق العباد وأرسل إليهم رسلا ليبلغوا عن الله ما أراده المولى عز وجل من العباد. فركبوا الرسالات على هذا السبيل من لدن آدم إلى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين. وكان النبي عابدا، كان أول العابدين وأول المسلمين. أي نبي هو أول عابد
وأول مسلم وأول المحسنين. ثم إن النبي صلى الله عليهم جميعا وسلم كان دائما يبلغ عن الله. ومعنى أنه يبلغ عن الله يعني ما أوحى الله به إليه يبلغه لعباد الله مؤمنين وكافرين. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. يعني لا تخف من عباد الله. لماذا؟ لأن الذي أرسلك هو الذي خلقهم، وما دام أرسلك إلى عباده الذين خلقهم فهو العاصم لك من شرور الناس وأذى الناس، فلا تخف أحدا والله يعصمك من الناس. إن الله لا يهدي القوم الكافرين. فالرسول يبلغ، والرسول صلى الله عليه وسلم كان أسوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولم يقل أسوة وسكت، وإنما وصفها بأنها أسوة حسنة. ودائما الوصف يضيق الدائرة. في علم البلاغة نقول دائما الوصف يضيق، وكلما زادت الأوصاف قل العدد في الموصوفين. ولذلك أحيانا إذا أرادوا أن يجعلوا الكلام على واحد يجعلون له أوصافا لا تكون إلا له. إذن حينما تدور الأوصاف لا يجدون إلا واحد. إذن الأسوة حسنة. ولذلك تأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، وكان الواحد منهم يحاول أن يكون صورة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كانت المدرسة الأولى للنبي صلى الله عليه وسلم هي المدرسة التي كانت نجوما حول النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذ منها الناس إلى يوم الدين حياتهم كلها. يعني من تأسى بسيدنا أبي بكر الصديق رأى نفسه متأسيا بواحد تفرع من رسول الله. أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه كان مثالا للقدوة. كان قويا في الحق، وكان بكاء حينما يسمع كتاب الله. يعني ربما يقال هذا صعب، شدة في ناحية وليونة إلى درجة البكاء والخضوع التام. نعم. لماذا؟ لأنه لا يشتد في الحق إلا لله، ولا يتواضع إلا لله. فعند الشدة نراه لا ينظر إلى أحد بعد الله عز وجل، يقيم الحدود. ولا بد أن تكون كذلك، لأن الله عز وجل حق ويحتاج إلى من يقيم الحق. لكن إذا رأى نفسه أمام نفسه خضع وتواضع، وذهبت نفسه سدى، ورأى نفسه ضعيفا كليل الطرف والقوة أمام رب العالمين فبكت عينه من خشية الله. ولذلك كان وقافا عند كتاب الله.
نقل شيخنا فتح الله كلا في هذا الكتاب عن حال سيدنا عمر في نهاية حياته. قال: ثم تأملوا حاله وهو مسجى على الأرض. مسجى يعني مغطى على الأرض بعد أن طعنه ذلك المجوسي، لأن أبا لؤلؤة طعنه. الله أراد لسيدنا عمر أن يموت شهيدا، وكان هو قد طلب هذا من الله عز وجل، وقال فيما قال: أسألك يا رب أن أموت شهيدا في مدينة رسولك. هذا طلب صعب، لكن لا صعب على الله، علينا نحن. فهو يطلب ممن هو على كل شيء قدير: يا رب أسألك أن أموت شهيدا في مدينة رسولك، فيموت شهيدا مطعونا بطعنة أبي لؤلؤة المجوسي، وسقط على الأرض، ثم غطاه الذين كانوا من حوله. انظر إليه وهو بهذا الحال على الأرض، مطعون مسجى ودمه ينزف. ثم تأملوا حاله وهو مسجى على الأرض بعد أن طعنه ذلك المجوسي، وأثر ما أكله من طعام أو شراب يخرج من جرحه، لأنه طعنه في بطنه، فخرج الطعام، خرج الماء من بطنه على الأرض. كان صامتا، صمت سكون، لا يبدر منه صوت، يعني لا يتألم، وإنما انتقل إلى حال آخر وإلى عالم آخر. صار الآن عند ربه، عند مليك مقتدر، لأن الإنسان حينما تأتيه اللحظات الأخيرة يرى الدنيا قد رحلت والحياة قد ذهبت، ويرى نفسه مقبلا على أرحم الراحمين. ورأيت هذا وأنا في معركة 10 من رمضان، وكنت في الخط الأول ومعي إخواني على المدافع والسلاح. كنت أرى الواحد الذي تنتهي حياته بالشهادة لا ينطق ولا يصرخ ولا يتألم، يعني حينما يصل إلى النهاية مع كرامة الشهادة لا تسمع منه همسا ولا ركزا. انتقل، خرج من عالم الشهادة الذي نحن فيه إلى عالم الشهادة عند رب العالمين، خرج من هذه الدنيا. ولذلك حينما أسمع صوتا من أحد إخواننا الجنود يتألم، أعلم يقينا أنه ما زال على قيد الحياة، ولكنه جريح يتألم من جرحه. أذهب إليه فأراه بترت ساقه، ذهبت يده، ذهبت عينه، يعني شيء منه ذهب، لكن لم يصل إلى درجة الشهادة. أما الذين كانوا في هذه الدرجة العالية من الشهادة لا أسمع منهم شيئا، وإنما يغمضون العين، لأنهم خرجوا من عالمنا إلى عالم واسع. هذه أبدانهم وذهبت أرواحهم وصاروا هناك عند ربهم. ولا تحسبن الذين قتلوا
في سبيل الله أمواتا. لا تحسبن بمعنى لا تظنن، لأن الفعل حسب بكسر السين بمعنى ظن، يحسب في المضارع، وحسب بفتح السين يحسب بمعنى عد بدل الحساب. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. أحياء هذه خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير بل هم أحياء، على معنى أن الحياة التي هم فيها تختلف عن الحياة التي نحن فيها. الحياة معناها أن تكون في حركة، لكن هذه الحركة قد تكون هنا في الدنيا وقد تكون عند الله عز وجل لا يعلمها أحد إلا الله. ولذلك قال بل أحياء عند ربهم. أحياء في أي مكان؟ عند ربهم، يرزقون. إذا لهم حياتهم عند ربهم ولهم رزقهم، فرحين بما آتاهم الله. ولذلك سيدنا عمر حينما وصل إلى هذه الدرجة من فرحته سكن تماما لا يتكلم. ولذلك يقول صاحب الكتاب أكرمه الله وبارك فيه وفي تلاميذه كان صامتا لا يبدر منه صوت. يبدر يعني لا تتحرك شفته بصوت، ولا يهتم بما يدور حوله. طبعا دار حوله من يتكلم، من يرتفع صوته، من يشتد، من يشتط، لكن هو ترك هذه الحياة. ويروي المسور ابن مخرمة قائلا دخلت على عمر بن الخطاب وهو مسجى فقلت كيف ترونه؟ هو يكلم الناس الذين من حول سيدنا عمر، كيف ترونه؟ وكيف هذه يسأل بها عن الحال، يعني كيف ترون حاله؟ ماذا نصنع؟ قالوا كما ترى أنت الآن تراه مسجى لا يتكلم، ليس له من صوت. قلت أيقظوه بالصلاة فإنكم لن توقظوه لشيء أفزع له من الصلاة، لأنه كان إذا سمع المنادي كان يفعل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينسى كل شيء إلا الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك، هو الذي علمهم وهو إمامنا. قالت عنه السيدة المصونة عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجالسنا ليحدثنا ولنحدثه، يعني يجلس معهن للحديث مع زوجاته، فإذا سمع بلالا يقول الله أكبر قام من بيننا كأنه لم يعرفنا ولم نعرفه. الله، النبي، وليس كواحد فينا أرى الناس اليوم يسمعون الأذان
وهم يتكلمون، يعني حتى لا يتوقف، إنما يتكلم ويواصل الكلام، مع أنه من السنة إذا سمعت المؤذن يقول الله أكبر فعليك أن توقف الكلام وأن توقف العمل، حتى لو كنت تقرأ القرآن قف عند رأس الآية التي أنت فيها، عند رأس الآية، وردد الأذان، لأن وظيفة المؤمن وهو يسمع الأذان وظيفته أن يردد الأذان. فإذا ما انتهى الأذان إذن عد إلى ما كنت فيه بعد الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين. لذلك سيدنا عمر كان يهتم بالصلاة اهتماما كاهتمام النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك المسور قال أيقظوه بالصلاة، لأنه لن يوقظ بشيء إلا بالصلاة. لذلك قالوا الصلاة يا أمير المؤمنين، الصلاة بالنصب مفعول لفعل محذوف، الصلاة يا أمير المؤمنين. فقالها الله ولا حق في الإسلام لمن ترك الصلاة، يعني كانت هذه آخر كلمة، هذه للتنبيه ولأنه قام مما هو فيه. إذن هذه من حروف التنبيه التي تكون دائما في الأوقات التي فيها شدة. الله نطق بلفظ الجلال، قال ولا حق في الإسلام لمن ترك الصلاة. صحيح، الصلاة عماد الدين، عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. ولذلك حينما تنظر في واحد تدور حوله الابتلاءات عليك أن تنظر أولا في صلاته، أهو يؤدي صلاته تماما ويهتم بصلاته؟ فإذا كان مهتما بصلاته فاعلم بأن هذه الابتلاءات لا تدخل إلى قلبه، لأن قلبه مليء بذكر الله، وإنما جاءته الابتلاءات لرفع الدرجات. هذا إذا كان من المصلين. ولنبلونكم وبشر الصابرين. أما إذا كان من غير المصلين فاعلم بأن الله ابتلاه لأنه غافل عن مولاه، فمن غفل عن مولاه ابتلاه، لعله يعود. يعني هذه الابتلاءات إن كانت لأهل الاتصال فهي من تمام الاتصال إذا أحب الله عبدا ابتلاه. وأما إذا كانت هذه البلايا على واحد من الغافلين فاعلم بأن الله عز وجل يؤدبه، لعله يعود بالبلاء إلى دفع البلاء من صاحب الأرض والسماء الذي يدفع البلاء ويأتي بالعطاء، لأنه لا يدفع البلاء إلا الله ولا يأتي بالخير إلا الله. هذه حقيقة، لا يدفع البلاء إلا الله ولا يأتي بالخير إلا الله. فسيدنا عمر
قالها في آخر حياته: الله لا حق في الإسلام لمن ترك الصلاة. إذا من ترك الصلاة لا حق له في أن يكون من المسلمين الكاملين في إسلامهم. ولو ترك الصلاة إنكارا، أنكر الصلاة وجحد الصلاة وقال إنها ليست واجبة، فقد خرج من دائرة الإسلام تماما. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فصلى سيدنا عمر، يعني قام وصلى وإن جرحه لا يثغب دما. يثغب يعني يسيل، يعني يصلي وجرحه يقطر بالدم، يسيل بالدم، لكنها الصلاة. وهكذا كان سيدنا عمر رضي الله عنه، لأنه كبقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا حياتهم من رسول الله وتأسوا أسوة كاملة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد صدق رسول الله صلوات الله عليه: الله الله في أصحابي، أي اتقوا الله في أصحابي، إذا ذكر أصحابي فكفوا، يعني كفوا أذاكم عنهم. رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. ولذلك درى بعض العلماء خصص للصحابة سيرة تسمى بسيرة الصحابة. كان دهلوي له كتاب حياة الصحابة وغيره. لماذا؟ لأن هؤلاء الرجال كما قال فيهم رب العالمين: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وهذه شهادة المولى تبارك وتعالى، يعني هذه شهادة الخالق حينما يقول وما بدلوا تبديلا. هذه شهادة رفعت صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أعلى الدرجات التي كانت بعد درجة رسول الله صلوات الله عليه. شيخنا صاحب الكتاب أكرمه الله الصحة والعافية ونفع الله به العباد في كل البلاد، يتحدث عن صفات الرسول. وكما قلت: الرسول عابد، الرسول أسوة، الرسول يبلغ. هنا يتحدث عن فرعية أخرى بعد هذا الحديث. قال: الرسول يؤمن التوازن بين الدنيا والآخرة. تأمين التوازن، هذا ملحظ لاحظه الشيخ، لأننا نعيش في الدنيا حياة مفتوحة، لكن الله عز وجل اختبرنا بهذه الحياة، لأن الله وضع فيها الحلال الحرام، ووضع الدنيا لتكون قاعدة للآخرة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره في أي وقت؟ في الآخرة. وسيرى في الدنيا أيضا، لكن الذي سيراه نتاجا وثمرة لعمله الصالح هذا الأصل فيه أن يكون في الآخرة، لأن الدنيا راحلة. صحيح سيحييه المولى تبارك وتعالى حياة طيبة، لكنه ستنتهي الحياة
بعد لحظات، والدنيا أيام. أما الحياة التي تسمى حياة يعيش فيها الإنسان في كرم المولى عز وجل على الدوام هي حياة الآخرة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، زيادة الألف والنون للمبالغة، يعني لهي الحياة الكاملة التي تعطينا نعما كاملة وستكون دائمة لا موت. وما الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. إذن هنا دنيا وآخرة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس كيف يعيشون في دنياهم لأخرى، يعني لا يعيشون للدنيا وحدها، ولا يعيشون تاركين للدنيا مقبلين على الآخرة، أن هذا لا يكون. كيف تعيش في الدنيا بدون دنيا؟ لا، لابد أن تعيش في الدنيا لتأخذ منها زادا وعتادا، ولتأخذ منها ما تصير به إلى الدار الآخرة. ولذلك الشيخ أكرمه الله قال: أجل، نعم، فلا يجب ترك الدنيا والاعتكاف في الأديرة الصوامع كالرهبان. ولذلك قال تعالى في أواخر سورة الحديد: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه. ابتدعوها لماذا؟ إلا ابتغاء رضوان الله، إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايتها. فآتينا الذين منهم أجرهم لأنهم آمنوا، وكثير منهم فاسقون. لكن في البداية قال: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه. ولذلك في الإسلام لا رهبانية في الإسلام كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني أحدنا يأخذ حاله وماله ويذهب إلى مكان بعيد في الجبل ليبني له بيتا من الطين وليكون فيه عابدا بلا طعام ولا شراب حتى يأتيه اليقين، هذا لا يكون. حرام، تضيع الجسد من حقه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن لبدنك عليك حقا، يعني في الطعام والشراب والراحة. وإن لزوجك عليك حقا، تطعمها وعليك بجلب الماء لها وأن تمتعها بالحلال وأن تعيشها بما يرضي الله. وإن لزورك عليك حقا، الزائر الذي يأتيك له حق. ثم أغلق النبي صلى الله عليه وسلم باب الحقوق بقاعدة، قال: فأعط لكل ذي حق حقه. هذا هو الذي تعلمناه في الإسلام. إذن لا يجب على الإنسان أن يترهبن وأن يترك الدنيا، لا، هذا ليس من آثار المسلمين. هذا كان في الذين من قبلنا ولكنهم ابتدعوه وأرادوا بذلك شيئا في نفوسهم فما رعوها حق رعايتها. ولا يجب على الإنسان أن ينغمس في الدنيا، ولا يجب الانغماس في الدنيا والانقلاب إلى عبد لها وأسير في يدها، بل الأفضل
العثور على الطريق الوسط، وهذا الطريق الوسط لا يسلكه الإنسان إلا بوحي من الله. لذلك جاء الوحي ليبين ما نأخذه من الدنيا وما ندعه، ما نتركه، وجاء الوحي ليبين ما يجب علينا أن نكون عليه للآخرة، ليعيش الإنسان بين الدنيا والآخرة، لأن الدنيا وحدها لا تكون والآخرة وحدها لا تكون، وإنما يكون الإنسان في طريق وسط بين الدنيا والآخرة. أسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله على الأزهر، الله 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 أكبر، أم الدنيا كمن واكتر. لو قلت اوصفها أنا مش حنصفها وكفيها. الله الله يا رايحين على مصر مين يبعت سلامي في كلمتين؟ يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين، ودي ياما فيها مخلصين يا ما شاء الله. وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاء. ده أنا والله بدعي لهم رب السما وقولوا آمين إن شاء الله إن شاء الله.